حداكم تعطوني السيارة قديمة ها في المغرب، ها يتحداكم تعطوني السيارة تاع 1900 والروز. ها قالك المغرب في المجاعة. ايش هي المجاعة يا اخي؟ المغربي الفقير راهو راكب هذه السيارة 2015 ومغبون، يقول علاه يا ربي علاه، علاش يا ربي علاش راني راكب الخشخاشة هذه؟ ما على بالوش باللي الناس راه مازال تركب السيارة من عهد الديناصور. ها يا اخي قول ما شاء الله تبارك الله. طيب الاول، طب هو ما قالش انت تقول يا مغربي وتكتب في الكومنتات وتوصل للعالم كله الفيديو ده؟ لانه اعتراف، والاعتراف لما يجي من اللي بيكره لي الخير لا مؤاخذة يبقى فخر ما بعده فخر، ويبقى كمغربي قدرت افرض نجاحي وكلمتي على العالم كله النهاردة. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي بعملها في حياتي. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه، والجواب في اخر فيديو. لما تكمل معايا الفيديو للاخر هتعرف بقول لك كده ليه النهاردة. بس في الاول بقول لك ان النهاردة يوم فخر لكل مغربي وكل مغربية. النهاردة المغرب بيتفوق في مجال على افريقيا كلها، مجال صناعة السيارات. كل اللي كان بيحاول يقلل من المغرب ويقول ان انتصاراته في الجلد المنفوخ وفي الرياضة، مع انه هو بيتمنى ليل نهار يعمل عشر اللي عمله المغرب وشعبه، لكن النهاردة هتقول ايه؟ هتقول ايه على مجال تتفوق فيه وتقود فيه المغرب القارة تما بأكملها وتذهب إلى أوروبا وأمريكا لتنافس في صناعة السيارات؟ النهاردة توكيل جديد من فولكس فاجن لصناعة السيارات العالمية لتختار المغرب دونا عن أفريقيا وأسيا لتنقل فيها كل استثماراتها وكل إنتاجها، لتصبح المغرب من الدول المنتجة للسيارات عالميا، لتنتج سيارة في كل دقيقة. الله عليك، بقول لك قول ما شاء الله تبارك الله في عيون الحساد. خبر فولكس فاجن الألمانية بالمغرب تنقل مصنعها من جنوب أفريقيا إلى المغرب. خبر حلو، خلوكم معايا. آخر فيديو هسيبك تتفرج عليه وتكمل لآخر فيديو، ده واجب وطني علشان يوصل لكل العالم، وترفع هذا الفيديو لأنه يوصل لكل اللي حاول يقلل من عقيدة المغربي وعزيمة المغربي وإرادة المغربي الذي لا يعرف المستحيل. النهاردة بتثبتوا للعالم كله أن المغرب لا يعرف المستحيل، والمستحيل ليس مغربي. عايزينها توصل لكل الدنيا في الكومنتات. النهاردة فعلا المغرب بيتربع على عرش صناعة السيارات إفريقيا وعالميا. وده معناه ايه؟ وده معناه اللي هيتقال برضو في اخر فيديو. برجعك برضو ليه؟ لانه فيديو مبهج قوي، وفيديو جميل قوي، وفيديو بيرد على كل المشككين. ابتدينا بالفيديو اللي اخونا بيقولوا في الاول وهو مش مصدق مش مصدق نفسه، بيقولك مفيش سيارة قديمة. اخونا الجزائري اللي بيتكلم في اول فيديو، واحنا بنقدر كل الناس وبنحترمها وبنحب كل الناس، لان المغربي كده واحنا تعلمنا منه كده، وتعلمنا منه الاحترام والرقي. ايوه بقوله مش مكسوف ومش محرج، مفيش مشكلة.
وفيها ايه لما نتعلم؟ ما انا بقالنا سنين بنقول اتعلموا من المغرب وبصوا شوفوا الملوك ولاد الملوك بيعملوا ايه النهارده. بيتسيدوا افريقيا مش في الرياضه بقى. انا مش جاي اقول بقى تقول لي جلد منفوخ وهم عملوا ايه. لا يا حبيبي، ده انا لسه كنت بفرجك على فيديو صناعه الطائرات، وجلالة الملك بيشرف على هذا الكلام اللي بنبعث له كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. النهاردة ايه؟ النهاردة فولكس فاجن العالمية بتختار المغرب. ليه؟ يا ترى ليه؟ يا ترى ليه المغرب اللي بينتج 1,000,000 سيارة سنويا، رقم مش راضيين عنه، عايزين يزودوه، عايزين يضاعفوه. كل ده خير وبركة وأموال تضخ للاقتصاد المغربي اللي يستحق كل خير لأنهم أهل خير. النهاردة يفرح، النهاردة يفتخر يا مغربي، النهاردة كل الجهود بتصب في صالح المواطن المغربي وفي صالح المملكة المغربية الشريفة. شيء فعلا يدعو للفخر، شيء فعلا يشرف أي عربي وأي أفريقي. لما تشوف ناس ازاي بتحب وطنها ازاي وبتجتهد ازاي وبتشتغل ازاي، بلاش بقى تقعد تنام في بيتكم ولا مؤاخذة تشخر وتقعد تقول هم اشمعنا هم. اتفضل الكتالوج قدامك، اتعلم سواء في الرياضة وصلوا رابع العالم ازاي، سواء في صناعة السيارات وصلوا اول افريقيا ازاي، وهحيلك للفيديو الاخير. شوف الخير بقى اللي موجود، شوف الحلاوة والجمال وروعة المغرب، شوف خير ربنا، شوف الناس اللي بتراعي ربنا في شغلها وفي ضميرها وفي حبها للغير وفي كرم ضيافتها. اتفرج على المواطن اللي في القصر الكبير الفيديو اللي قبل الأخير وهو بيقول ايه وبيتغنى بشعب المغرب ازاي. مش هطول عليكم، تعالوا بينا نتفرج على أجمل فيديوهات يفخر بها كل مغربي وكل مغربية يكتب في الكومنتات مغربي وأفتخر ومغربية وأفتخر ويوصل الفيديو لأعلى تفاعل. وتعالوا بينا نتمتع بالفيديوهات. فولكس فاجن الألمانية بالمغرب قريبا تنقل مصنعها من جنوب أفريقيا للمغرب. من الحلقات اللي بحبها كثيرا هي الدول التي تملك الأحلام، ولكن قليلة هي الدول التي تملك الإرادة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس يراه العالم كله في شكل مصانع وموانئ، سيارات تجوب طرقات أوروبا والعالم تحمل علامة صنع في المغرب، أو زي ما بيحبوا يسمعوها الجزائريين مغرب. اليوم نتوقف أمام قصة نجاح ملهمة لم تبنى بالأماني ولا بالشعارات، بل بالعمل الدؤوب والتخطيط الذي لا يعرف الكلل. كيف استطاع المغرب في سنوات قليلة أن ينتزع مكانة دولية عجزت عنها دول تسبقه بمراحل؟ كيف أقنع عمالقة ألمانيا وفرنسا وأمريكا أن بلاد الأطلسي هي الملاذ الآمن والمنصة الأذكى للاستثمار؟ في الحلقة دي هنغوص في أسرار المعجزة المغربية أو التجربة المغربية، بس هي معجزة على فكرة، لنكشف لكم كيف تبنى الأوطان حينما تتوحد الرؤى مع التنفيذ، عندما يكون حكما رشيدا يدفع الدولة إلى الأمام، تقفز قفزات عملاقة. هذا البلد الطيب اللي عمره في أحدث عصوره 12 قرن من الزمن، هذا المخزن الذي حكم هذه المملكة على مدار 12 قرن وكان سببا رئيسيا في توحيد أواصرها. المغرب 5 ثقافات مختلفة يجمعهم حب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس شفاه الله وعافاه، هو الذي يجمع المغاربة، والمغاربة اجتمعوا على حبه.
طيب نرجع لحلقتنا. ايه الوضع في جنوب افريقيا عشان فولكس فاجن تفكر انها تمشي؟ جنوب افريقيا تعاني المصانع هناك من ازمة طاقة، انقطاعات الكهرباء المستمرة والمتكررة، مشاكل في اللوجستيات الموانئ، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاج. صرحت مارتينا بياني رئيسة فولكس فاجن افريقيا مؤخرا بقلقها بشأن تنافسية جنوب افريقيا في تصنيع السيارات. وده هياخدنا معاكم لكم موقع كده عايز اوريه لكم كتبوا عن هذا الموضوع حاجات مهمة، زي مثلا موقع افريكا بزنس انسايدر افريكا قال South Africa lose its spot as Africa top car maker to Morocco. الموقع الثاني بيتكلم على انتاج عربيات الفولكس فاجن الجديدة اللي عايزين ينقلوها للتصنيع في المغرب. توب اوتو بيقول South Africa car industry has lost its crown. ان جنوب افريقيا صناعات السيارات فقدت التاج بتاعها، راح للمغرب. ده كان كده موقعين. في موقع كمان ده موقع بيتكلم على تكاليف الانتاج، ودي هنخش معاكم فيها واحنا بنتكلم. دوت ليبر كوست بير فييكل ريبورتس، ده بيصدر كل سنه. ده في 24 المغرب اقل نسبه بنسبه 29% في العالم، 106 دولار للعربيه، 106 دولار. رومانيا 273 دولار، المكسيك 305 دولار، تركيا 414 دولار، الصين 597 دولار. هنوصل لغايه اسبانيا 955 دولار، امريكا 1341 دولار، فرنسا 1569 دولار، ايطاليا 2067 دولار، بريطانيا 2333 دولار. أقسم بالله العظيم تمشي هذا الأيام في المغرب أكثر من 1000 كيلو وكلها مساحات خضراء، ما تشوف إلا الأشجار والأزهار والورود والجبال والسحاب والسماء والغيوم والأمطار، سواء كنت في السيارة أو كنت في الطيارة أو في القطار أو في الحافلة أو حتى تمشي على أرجلك. لا يفوتكم ربيع المغرب هذا العام، فهو جنة الله في أرضه.